السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. فيديو النهاردة هو تكملة لسلسلة تجديد المطبخ باقل تكاليف. هنتكلم عن القماش اللي قدامكم ده، انواعه وسعره كمان. لو عايزة تعملي ستارة للمطبخ او تقفيلة لتحت الحوض، ممكن تعملي بيه كفر لاي حاجة، للغسالة، للبوتاجاز، لاي حاجة. بصراحة انا كنت عاملة الفيديو ده مخصوص اللي هي القماشة اللي هي البامبي اللي في الاخر خالص دي، علشان اقول لكم انا هعمل بيها ايه في المطبخ وهجدد بيها ازاي، وازاي هي رخيصه واقدر استفاد منها في كل حاجه. فقلت بالمره اجيب لكم القماش ده وافرجكم عليه واقول لكم انواعه وسعره. وخصوصا كمان لو انت عروسه وعايزه تعملي مفروشات ليكي وعلى ذوقك انت. بصراحه احسن يعني قماش الملايات بالمتر ما انت تجيبيه وتخيطيه احسن 100 مره من الجاهز. في الخامه، في الالوان والاشكال. بصراحه تحفه تحفه تحفه. يلا لو لاول مره بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتعملي اشتراك لقناتي. يلا بينا نشوف اول قماشه مع بعض. دي اول قماشه معانا وهي من قماش العمريه بيتميز بانه فيه نسبه كبيره قطن. قماشته ناعمه جدا، رسوماته تحفه، الوانه جميله. القماش المتر منه ب35. هو مش قطن صافي، لان القطن الصافي طبعا بيبدا من ايه، من 75 جنيه. المتر منه بيبدا من 75 جنيه، وفي نسبه كبيره بوليستر. لو انت هتشتري بقى، هتشتري ازاي؟ هتشتري طبعا، هتشوفي المكان اللي انت هتشتري منه، هل هتشتري اونلاين، او طبعا ممكن تشتري من تجار معروفين جدا اونلاين، او تشتري من سوق تنزلي انت بنفسك تشتري. هتجيبي امتار ازاي؟ هتقيسي السرير بتاعك اولا، هتشوفي 180 متر او 160 او 120 للاطفال. هل انت عايزه ملايه واحده مثلا للسرير الكبير، او ملايتين؟ طبعا بتقص السرير، سراير الاطفال الاثنين. ده حسب حجم سريرك. ثانيا، هل انت عايزاها باستك او بكرانيش او فلات عاديه، علشان لما تروحي تشتري ما توقفيش كتير، تبقي انت عايزه ايه، تبقي انت عارفه حجم السرير قد ايه وكل التفاصيل دي، علشان تقدري تقصي القماش بسهوله. طبعا ممكن تكون الملايه بتاعتك بالمخدات بتاعتها شكل واحد، او يعني ايه، رسومات واحده ولون واحد، تبقي مختاره شكل واحد. او ممكن تعملي ماتشنج زي ما انا عامله في الملايه اللي انا فرداها معاكم دي. الملايه نفسها لون وكيس المخده لون تاني. ده ماتشنج تقدري تختاريه، انت بتروحي بتلاقي الالوان بالماتشنج بتاعها. طبعا زي ما قلت لكم، في تقدري تشتري من عن طريق اللي هو الفيس، التجار الاونلاين بيبقوا عارضين صور كتير جدا. طبعا انا هعرض لكم خلال الفيديو شويه صور فيها الاشكال. في انواع بقى زي البركال والمصريه والجلاس والستريدي، هقول لكم كل حاجه وانواعها. بصوا هتلاقوا ان الملايه دي ناعمه قوي، والبرسل بتاعها بيكون ناعم. هو قماش العمريه البرسل بتاعه بيكون ناعم شويه، مش خشن ومش مشرشب، فانت بتعرفيه من كده. طبعا الالوان بتبقى واضحه، يعني شكله جميل وتحفه بصراحه. انا جايبه الملايه دي 3 متر، انا جايبه الملايه 3 متر. المتر منه ب35، فكان 3 متر 144. تمام. ولا المتر منه المتر 35، والمخدة برضو متر، يبقى كله على بعضه 144، وخياطة 15 جنيه، لان هي كانت هتتقفل بس. طبعا انا عندي مكنة، فلو انت عندك مكنة تقدري تعملي الموضوع ده بسهولة، وما تحتاجيش ان انت تخيطي عند حد. هي عيب واحد بس فيها، هي خفيفة شوية، بس الخامة جميلة قوي وناعمة، وفاهمين خامتها تحفة بصراحة، يعني عجبتني قوي، جميلة جدا. بصوا في الوان كتير منها رهيبه. هعرض لكم بقى الصور وتقدروا تشوفوا الاشكال والالوان، حلوه قوي. هقول لكم على حاجه بقى، لو انتوا عايزين تتغلبوا ان مفيش حاجه تبان، يعني المرتبه ما تبانش، طبعا تكونوا فرشين اللي هو الكفر للمرتبه، او تكوني بتفرشي حاجه تحت المرتبه تحميها. فده سهل، فخلاص يعني موضوع ان هي خفيفه دي مش هيفرق معاك خالص. يلا بينا نشوف تاني قماشه معانا، قماش ايه وسعره كام. يلا بينا. تاني قماشة معانا وهي القماشة دي نوعها 3D 6 متر، هي طبعا الأطفال. المتر من ال 3D ب23 جنيه، ما فيهاش نسبة قطن، كلها بوليستر. هي رخيصة جدا، كمان بتنضف بسهولة قوي. دول 6 متر زي ما قلت لكم، هتكون ملاية فلات. كل اللي انا يعني اللي هعرضه لكم في الفيديو ده كلها الامتار دي للملاية الفلات، لان زي ما قلت لكم وانت بتجيبي للكرانيش بتختاري ضعف اللي هو القماش، يعني ضعف مقاس السرير مثلا. الملايه باستك بتبقى اقل من كده على حسب النوع وكمان حجم السرير. ده السرير 120 متر.
بصوا دي لونها، شايفين لونها هي ابهت من كده شويه، يعني هي ابهت من كده، يعني ابهت من اللي انتوا شايفينه ده شويه. اما القماشه النجوم دي بصراحه لونها زي ما هو، يعني انتوا شايفينها دلوقتي في الفيديو هي زي ما هي. نوعها بركال، المتر منه ب25، دول 3 متر. يتعملوا مثلا للسرير صغير، يعني سرير اطفال صغير. طبعا برضو هيبقى تفصيلها فلات. هي تقيلة عن السري دي، البورس بتاعها مش منسل قوي، اما بورس السري دي بيبقى منسل قوي بصراحة يعني. ليها ملمس ناعم وجميلة جدا. بصوا شكلها ولونها تحفة قوي. طبعا في اشكال كتير جدا، تقدري تختاري الشكل اللي انت عايزاه ويبقى معاه ماتشنج، تقدري برضو تختاري الماتشنج اللي تحبيه، حباها كلها شكل واحد او فيها ماتشنج. نيجي بقى للملاية اللي بعدها او القماش اللي بعده. دي بقول عليها ملاية القلوب. نوعها بركال، المتر قلت لكم ان هو ب25، دول 5 متر. جميلة قوي، تقيلة. تتعمل للسرير الكبير برضو فلات. ملمسها خشن شوية عن اللي هي القماشة اللي قبلها النجوم دي، برضو كانت بركال بس دي ملمسها خشن شوية. بصوا بقى يعني كل شركة وليها تجهيز، او كل توب وليه تجهيز عشان تبقوا عارفين. ممكن تكون دي نفس الشركة الاتنين بركال، بس في خامة كويسة عن خامة في نفس الشركة، فاهميني؟ البورصل بتاعها مش منسل قوي برضو، وحلوة جدا. تعالوا بقى لدي فيها مشكلة المشاكل. بصوا القص ما كانش مظبوط، والبورصل بتاعها خشن، خشن جدا. شايفين عامل ازاي؟ دي 3D. ال 3D ب23 زي ما قلت لكم. دي 6 متر، خفيفة، فيها عيوب. فيها صبغة مش مظبوطة، فيها بقع حمراء كتير. خدوا بالكم وانتوا بتشتروا، تاخدوا بالكم من البورصل المنسل، وتاخدوا بالكم وانتوا بتقطعوا القماش بتاعكم، تبصوا من الجهتين هل في عيوب صبغة، عيوب اي حاجة، تاخدوا بالكم من الكلام ده كويس جدا. لو في عيوب ما تقطعوهوش، فاهميني؟ نيجي بقى للقماشة اللي بعدها، وهي قماشة الكاروهات اللي انا جايباها للمطبخ، وهي نوعها جلاس اهي. دي كاروهات في منها الوان بقى، في منها بني، وفي منها تركواز، وفي منها احمر، وفي منها نبيتي، في الوان كتيره جدا. الجلاس المتر منه ب22، حلوه قوي، ناعمه، تقيله، بتنضف بسرعه. في منها زي ما قلت لكم الوان. بصراحه حبيتها جدا جدا جدا. هعمل لكم فيديو بيها مخصوص. هنعمل منها ستارة للمطبخ، وكمان هنعمل منها ستارة للتقفيلة بتاعة الحوض. انا كنت عاملة فيديو قبل كده، فانا هجدد بقى واحط القماشة دي اعملها ستارة. وكمان هعمل منها كفر او ستارة للمطبقية اللي عندي، لان المطبقية بتاعتي مش متقفلة. وهعمل منها برضو للبوتاجاز بتاعي كفر منه، هيبقى جميل قوي. وهنعمل فيديو مخصوص بالقماشة دي. المتر منه ب22، فرخيص وحلو جدا. عايزه اقول لكم لو لاول مره بتشوفوني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتعملي اشتراك لقناتي، واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.